كان الحاج المعطي فلاح معروف بالصبر والنية الصافية. كان عنده واحد الحقل في جنانات الجبل، أرض قاصحة وصعيبة، ولكن المعطي ما كانش كيمل. الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة هي الماء. البير اللي حفر كان ديما ناشف والزرع بدا كيصفر. واحد الليلة ملي كانت الماكينة ديال الضو طافية، خرج المعطي يسقي بماء خالي من المخزون، وهو جالس حدا البير سمع صوت غريب كيجي من الداخل ديال البير، صوت بحال دندنة مألوفة ولكنها قوية. فجأة بدات الأرض كتهز وخرجت وحدة من صحاب المكان. ما كانتش وحش كيخلع، بل كانت مرة طويلة بجمال غريب، لابسة قفطان بلون الربيع وعينيها كيلمعوا بحال النجوم. قالت ليه: يا المعطي، نيتك سبقاتك، هاد الأرض اللي كتحرط فيها هي سقف الدار ديالنا، عرقك كيوصل لينا وصبرك عاجبنا. المعطي واخا كان خايف لسانو ما خانوش، قال لها: لا، انا ما باغي الا الستر وما يحيي هاد الزرع. الا كنتو جيران فالجار كيوصي عليه النبي. ابتسمات مولات البير وعطاتو شروطها: الامانه، البير غادي يولي عامر بالماء، ولكن ممنوع يسقي منه شي حد بنيه خايبه او يبيع الماء للناس. اول حصاد من كل موسم النصيب ديالو يمشي للمساكين والايتام قبل ما يدخل لدارو. والاهم من هادشي كامل هو هاد اللقاء يبقى بيني وبينه. من داك النهار بدلات حياه المعطي. البير عمرو ما خوا، والزرع ديالو ولا كيتضرب به المثل في السوق. الخضره كبيره وحلوه والغله وافره بشكل كيحيي العقل. الناس بدات كتقول المعطي لقى كنز، وهو كيجاوبهم بابتسامه: الرزق كيجيبو الله والنيه. الفلاح في الثقافه المغربيه كتعتبر وسيله وصل بين العالم الظاهر، الارض والعمل، وعالم الباطن، البركه والغيبيات. بعد سنوات من الرخاء ولات ضاية الحاج المعطي جنة وسط الأرض القاحلة، ولكن فيما كاين النجاح كاين الحسد. ولاد الدوار بداو كيلاحظوا باللي المعطي واخا كيكبر في العمر الخدمة كتجيه سهلة، وباللي البير ديالو كيخرج منه واحد البخار رقيق في الفجر وريحته بحال المسك والريحان. كان واحد الفلاح سميتو الجيلالي، بنادم طماع وعينو ضيق، قرر يراقب المعطي باش يعرف السر. واحد الليله تخبى الجيلالي وسط السدر القريب من البير، شاف المعطي كيحط الطبسيل ديال الكسكسو بسبع خضار بلا لحم حدا فم البير، وكيسمع المعطي كيهضر مع الفراغ: يا جيران الخير، هذا حقكم من عرق جبيني، والماء اللي كتعطونا راه حي النفوس. فجأة شاف الجيلالي يد خضرة طويلة خرجت من وسط الظلام ديال البير وخدات الطبسيل. الجيلالي تخلع، ولكن الطمع كان كبر من الخوف. قال في خاطرو: الا كان المعطي كيعطيهم كسكسو وكيعطيو الماء، انا نعطيهم الذهب ويعطيوني الكنز. من ورا ما مشى المعطي لدارو، خرج الجيلالي من المخبأ ديالو، قرب للبير ولاح فيه خلخال ديال الذهب كان سارقو من مرتو، وبدا كيغوت: يا مولات البير، انا كرمتك بالذهب، بغيت الماء يولي عندي ويتقطع على المعطي. في ديك اللحظة تحول الجو كامل، الريح بدات كتصفر بقوة، والماء اللي كان هادي وسط البير بدا كيغلي وكيخرج منه صوت بحال الرعد. خرجت مولات البير، ولكن هاد المرة ملامحها كانت مرعبة وعينيها شاعلة بالنار. قالت ليه بصوت كيزلزل الأرض: المعطي كيعطينا من طعام يدو وبنيتو، وانت جاي باغي تشرينا وتغدر خوك. الذهب اللي لحتيه غادي يولي جمر يحرق لك محاصيلك. في الصباح لقى الجيلالي الحقل ديالو كله كحل بحال الا دازت فيه النار، والبير ديالو نشف بمره. جرى عند الحاج المعطي هو كيبكي وكيرغب. المعطي بقلبو الكبير ما عايروش وما تشفاش فيه، مشى وقف قدام البير ديالو وطلب السماحه للجار، حط يدو في الماء وقال: يا جيراننا، المسامح كريم. والجار كيعترف خويا. بعد لحظات من السكات الثقيل رجع الماء كيتدفق بهدوء، ولكن مولات البير عطات شرط اخير للمعطي: من اليوم ما بقيتش غادي نبان لك، البركه غتبقى في البير، ما حدك كتحفر قنوات للناس يشربوا معاك في المجان، الا حبستي الماء على العطشان يغور الماء للظلمات. من داك النهار الحاج المعطي بنى سقايه كبيره خارج الحقل ديالو، واللي غادي وجاي كيشرب ويدي معاه بالرحمه. الجيلالي تاب ولا كيعاون المعطي في الفلاحه، وعرف باللي رضا الله وبركه المكان ما كيتشروش بالذهب، وانما بالصفاء والنيه. من بعد الحادثه ديال الجيلالي ولات العلاقه بين المعطي والجن علاقه عمل صامته ومقدسه. المعطي ما بقاش كيشوف مولات البير، ولكن كان كيشوف اثرها كل صباح. كانت اصعب مرحله عند الفلاح هي قلب الارض فاش كتكون قاصحه. المعطي كان كيخرج للفدان ديالو قبل الفجر، كيوجد المحرات والبهيم، وكيحط الفتيله ديال الزيت شاعله فوق حجره كبيره. كيمشي المعطي يصلي الفجر ويرجع، كيلقى الارض محروته ومقلوبه بطريقه هندسيه عجيبه بحال الا خدموا فيها 10 ديال الخدامه. والغريب ان البهيم العود والبغله كيكونوا مرتاحين
وعرقهم ريحته بحال الزهر، بحال الا شي يد خفيه كانت كتمسح عليهم وتبرد عليهم التعب. فاش كيوصل وقت الحصاد الناس كتموت بتماره تحت الشمس. اما المعطي فكان كيدير طقس غريب، كيحط المنجل ديالو حدا البير في العشيه وكيرش عليه شويه ديال المس. في الصباح كيلقى الزرع مجموع في نوادر مقاده والحبه معزول على التبن بلا دريس بلا ريح. والسر اللي لاحظوه الناس هو ان الخنشه ديال الزرع عند المعطي ما كتساليش، كيعمر منها قنطار وكتبقى هي بحال الى الجن كيزيدوا فيها البركه. واحد المره هجموا الخنازير على حقول دوار وكرفسوا كلشي الا الحقل ديال المعطي بقى نقي ومحمي. الجيران حكاو باللي شافوا خيال طويل بزاف لابس دراعه بيضاء كيدور بالحقل ديال المعطي وهو هز عصا من النور. فين ما قرب شي حيوان او شي حد ناوي الشر كيتسمع واحد الصياح كيزلزل الجبل وكيهرب منه كلشي. دوز المعطي سنين في هذا الخير، ولكن ملي حس باللي الاجل ديالو قرب عيط لولدو الصغير مبارك وصاه: اولدي هاد الارض راه ماشي ديالي بوحدي، فيها جيران ما كيتشافوا، امانتهم هي الصدق. النهار اللي تولي تشوف هاد الارض غير فلوس وطمع غتولي تراب وحجر. ملي مات الحاج المعطي قالوا الناس باللي بير بكى مثل الوفاه ديالو. سمعوا سكان الدوار صوت نواح خفي جاي من غرق البير، ولما ليلتها طلع حتى فاض وسقى القبر ديال المعطي بوحدو. ومن تماك نبتات واحد الشجره ديال السدر خضره العام كامل كيسميوها الناس حتى اليوم سدرة المعطي. نورا ما مات الحاج المعطي تولى ولدو مبارك شغل فدان. بما انه كبر مبارك كان شاب قاري وعقلو عصري شويه، كان كيشوف وصيت با مجرد خرافات ديال الناس زمان، هو كيبغي الحساب والارقام والربح السريع. الايام الاولى مبارك كمل على نهج باه غير حشمه من الناس، كانت المعاونه الخفيه مازال خدامه، الارض كتحرث بوحدها والماء موجود، ولكن الطمع بدا كيدخل لقلبه. قال مع راسو: علاش هاد الزرع كامل كيمشي صدقه، وعلاش هاد البير كيشربوا منه الناس فابور؟ انا خاصني نرد هاد الضيعه، مشروع كبير. واحد النهار جاو عمال من المدينه باش يركبوا موتور ضخه كبيره للبير، وبنى سور عالي كيدور بالحقل ومنع الناس يدخلوا للسقايه. هو ناس سمع صوت بحال الخدج في الباب، صوت اللي يهمس ليه: يا مبارك السور اللي بنيتي راه كيبني حيط بينك وبين البركه، رجع للطريق راه الامانه ثقيله. مبارك ما تسوقش، قال هذا غير ريح وصافي. في الصباح ناض مبارك باش يشغل الموتور جديد، غير ورك على الساروت وقعت حاجه غريبه. الموتور بدا كيخرج الرمله عوض الماء. السنابل اللي كانت واقفه وخضراء ولات في لحظه كحله بحال الا محروقه. الجو كان بارد. الاغرب من هذا الشيء ان المحرات اللي كان كيدور بوحدو تهرس المية الطرف قدام عينيه بلا ما يقيسو حد. مبارك تخلع وجرى لجهه البير، لقى تماك واحد العجوزه جالسه وجهها مغطي بشال رقيق. غير شافها عرفها بالله هي مولات البير اللي كان كيعاود عليها بواه. قالت ليه مراره: يا ولد المعطي سلسله تقطعات، حنا كنخدموش عند الطماع، حنا كنا شركاء من القلب الصافي. الارض اللي سديتيها على العطشان سدات بيبانها عليك. مبارك بدا كيبكي وكيطلب السماحه وحاول يهرس الصور بيديه، ولكن العجوز اختفت في البخار والبير نشف بمره حتى ما بقاش كيبان ليه القاع. مبارك تعلم درس قاسي، هدم الصور ورجع السقايه للناس وباع الموتور وتصدق بالفلوس ديالو. ما رجعش المعجزات كما كانت في عهد بواه. المحرات ما بقاش كيدور بوحدو، ولكن الارض بدات كترجع فيها الروح شويه بشويه. فهم مبارك باللي الجن او القوه الخفيه هي مجرد انعكاس لفعل الخير. الا كنتي مزيان مع الطبيعه ومع الناس الكون كله غادي يولي مسخر لك بالبركه. هنا كيسالي الفصل الاخير من الحكايه، فلاح البركه. القصه كتبقى رمزيه كتعلمنا بان النيه هي المحرك الحقيقي للحياه. الا وصلتي حتى لهنا وعجبتك القصه ديالنا فهبط الكومنتيرات وقول لنا القصه اللي ندوي عليها المره الجايه. شكرا بزاف، باي باي.